حضرة المحترم، مؤنس أفندي ياقوت، مرسل لكم طيو كشف حساب بمبلغ 92 جنيه و17 قرش و3 ملين عن قيمة ما صرف في بياض الغرفة البحرية بمنزل حارة أواوير. طبعا كلكم فاكرين المشهد ده من فيلم أبو حلموس، إنتاج عام 1947، وبطولة نجيب الريحاني، زوزو شكيب، وعباس فارس. من يوم ما شفت الفيلم ده وأنا بسأل نفسي فين حارة أواوير دي، وبعد بحث طويل لقيتها موجودة في الحي الأسير إلى قلبي، حي السيدة زينب. هي حارة تاريخية طويلة ومتعرجة، تتفرع من شارع الناصرية يمينا بعد مدرسة الثانية مباشرة وصولا إلى شارع بورسعيد، وتشتهر بكونها منطقة عريقة شهدت أحداث تاريخية وفنية كثيرة. ومن أشهر معالم الحارة مسجد سيدي الحنفي الشهير، نسبة إلى الشيخ شمس الدين الحنفي أحد أولياء الله الصالحين. وكلمة قواوير تحريف لكلمة قوارير، وتعني في اللغة الزجاجات، حيث كانت الحارة قديما مركزا لسكن وتجمع صناع الأواني الزجاجية والبلورية، والتي تستخدم لحفظ العطور والأدوية والسوائل. وشأن معظم حواري القاهرة القديمة كانت الحارة تسمى على اسم الحرفة السائدة على سكان الحارة، مثل حارة السقايين والفحامين. ومن الطريف أن سيدة الغناء العربي أم كلثوم غنت في فرح أحد أعيان تلك الحارة في مطلع العشرينات. وتشتهر الحارة حاليا بوجود سوق كبير لبيع كل أنواع العلافة، وتنتهي الحارة بمصنع شهير لصناعة المواد الغذائية. وما أجمل شوارعك يا قاهرتي العزيزة، وما أكثر ما يروى عنك. رجاء لا تنسوا تفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. شكرا لكم.